النهاردة هنعمل بقى الفيديو المنتظر. هنعمل الكشري المصري، كشري الحلة الواحدة، أحلى وأطعم وأنضف بكتير من المطاعم. هنعمله بطريقة بسيطة جدا وزي ما قلت لكم في حلة واحدة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. أول حاجة بنجيب البصل وبنقطعه رفيع جدا، وبننزل عليه معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا، ونقلب كده البصل مع الدقيق كويس أوي والنشا، علشان كل قطعة من البصل تتغلف بالدقيق والنشا عشان يتحمص معانا ويبقى زي بتاع المطاعم كمان وأحلى. شايفينه؟ أهم حاجة تقطعيه رفيع جدا زي ما بقولك. بعد ما غلفناه بالنشا كده والدقيق هنسيبه كده على جنب، ونشوف بقى الخطوات بتاعتنا. كل حاجة كده هنفردها مع بعض وهنشوف الخطوات كلها حاجة حاجة. بعد ما خلصت عملت البصل بالشكل ده كده، عندنا العدس بجبة لازم يتنقع قبلها بساعتين أقل حاجة علشان ما ياخدش سوا على النار. بعد كده هنجيب كده طاسة على النار ونحط فيها كمية زيت حلوة، علشان الزيت ده اللي هنستخدمه في بقية الوصفة كلها، يعني مش هنجيب زيت تاني. برضو كمان عايزة اقول لكم الحمص لازم يتنقع ساعتين برضو علشان ما ياخدش سوا. نرجع للزيت بتاعنا بعد ما خلص سخن كويس قوي. هنزل بيه البصل بعد ما نفضته من الدقيق والنشا، وهنزل بيه في الزيت وهسيبه لغاية ما يتحمص ويبقى مقرمش كده زي بتاع المطاعم، وأحسن كمان من بتاع المطاعم. شايفين اللون بتاعه جميل قوي وبيقرمش ولذيذ خالص، يعني زي أحسن كمان من بتاع بره. للناس اللي ما بتعرفش تعمله ويقرمش معاها تمشي على الخطوات وهتلاقيه طلع معاكي زي العسل. بعد كده هنروح على النار حلة فيها مية بتغلي مع معلقتين من الملح، وهننزل بالمكرونة الصغيرة، وبعدها بدقيقتين هننزل بالسباكيتي ونسيبهم يستووا مع نفسهم مش أكتر من 7 دقايق. تمام. بعد كده بقى ناخد شوية زيت من نفس زيت الكشري اللي استخدمناه في البصل الأول خالص، وهحمر الشعرية لغاية ما نغمق لونها بالشكل ده كده. اللون بتاعها لذيذ جدا كده، غمقيه هتحس بفرق في الطعم جميل جدا. بعد كده هنزل بالعدس بجبة بعد ما غسلته وصفيته، هنزل بيه كده مع الشعرية وحمصهم كده مع بعض. ونفس الرز برضو غسلاه ومصفياه، هنزل بيه برضو مع العدس ومع الشعرية، هحمص كله كده مع بعض. تمام كده. محضرة طبعا مية سخنة علشان نزود بيه الرز والعدس وكمان الشعرية. هزود واعمل البصلة واعمل الملح بتاعي واركن بقى على جنب. تعالوا بقى نعمل الصلصة الجميلة بتاعتنا. هنجيب كده شوية من نفس الزيت وهحمر كده معلقة من التومة مع معلقة من الكمون مع معلقة من الكزبرة، هحمص كله مع بعض. الريحة بقى هتهفف كده في البيت كده يبقى عاملين كشري. بعد كده بقى هنزل بيه بعد ما حمصتهم كده مع بعض. تمام. لازم يتحمصوا برضو حلو. هجيب بقى صلصة طماطم فريش عادي ضربها في الخلاط مع معلقة من الملح وكمان معلقة من السكر. طبعا السكر لازم عشان حموضة الطماطم، ونركنها بقى على جنب. بعد كده نعمل الدقة. هنجيب كوباية مية مغلية مع معلقة كمون معلقة كزبرة وكمان نعصر ليمونة، نعصر عصير ليمونة ونقلب كده. بعد كده هجيب نص كوباية من الخل ونحط الملح بتاعنا ونركب بقى الحكاية دي على جنب. يبقى احنا كده عملنا الصلصة وعملنا الدقة. فاضل عندنا آخر حاجة وهي الشطة بقى نفس الحكاية، شوية زيت كده على النار ونحمص كده معلقتين كبار من الشطة لغاية الريحة ما تطلع ونحس ان احنا اتخنقنا كده من الشطة، يبقى كده تمام. بعد كده هننزل بقى بنص كوباية من الصلصة مع نص كوباية من الدقة، ونقلبهم كده كويس قوي غلوة واحدة وخلاص. على كده كده عملنا الدقة وعملنا الشطة وعملنا الصلصة، كل كده جاهز وتمام كده حبايبي. خلاص وصفتنا انتهت. عملنا النهاردة مع بعض كشري حلة الواحدة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وأشوفكم بخير. باي باي.